تستمر الحملة التحريضية عبر شاشات الأراجوز المصرية ضد غزة وأهلها. سحرة لا زالوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يلبسون ملابس البشر لكنهم في حقيقة الأمر شياطين أطلقت من أصفادها. لما غاب الضمير وبيع العقل في سوق نخاسة. احذروا ايها المصريون، ان وجدتم حمساويا مؤيدا للاخوان في اي محافظة مصرية فدماؤه حلال. حتى هذه الأئمة صارت عند البعض سبوبة رزق. شاشات الإعلام نفسها امتطى ظهرها ضباط أمن الدولة، يصنعون للشعب عدوا جديدا يبرئون به عدوا قديما. حركة حماس متورطة في قتل شهدائنا في رفح في شهر رمضان الماضي. هكذا إذا قرر هذا الضابط المتخفي خلف شاشة ومهنة لم تكن له يوما. صدر الحكم لا دليل ولا براهين ولا حتى منطق. بالقانون. يأخذ هذا العكاشة طرف الخيط ينعق به عبر شاشة أخرى لتزداد وتيرة التحريض في مشهد بهلواني فاق كل أشكال الكوميديا التي عرفها البشر. إذا ما قدرتوش على حماس تبقوا نسوان. يا شعب مصر، يا رجالة مصر، يا شباب مصر، إذا ما قدرتوش على حماس تبقوا نسوان. يبقى احنا كلنا هنلبس طرح وندرن عليه. إذا فشلنا هطلع حلقة واحدة لابس طرحة وما عدتش طالع علشان أقول احنا كلنا نسوان. يصل التحريض مداه. أراجوز كهذا تعود الردح أو حتى الرقص على حبال الكذب. صار اليوم إعلاميا في زمن نطق فيه الرويبضة. الناس دي تستحق اللي هي فيه وتستحق انها تنتهي، والخواجة الإسرائيلي سلام يا عمي. هي صياغة جديدة إذن للعقل المصري، أو قل محاولة مسخ وترويض لقبول ما هو قادم. إسرائيل ليست عدوا، غزة هي العدو الجديد في عهد الانقلاب. انذار من دلوقتي او بكرة لكل الاهالي اللي في البيوت ديت، 48 ساعة تخرجوا وهنديكم بيوت جديدة، او هنديكم اراضي وهنديكم فلوس تعويض، والبيوت دي كلها تتساوى بالارض. انا مش عايز بيني وبين غزة ولا بيت، عايز بيني وبين غزة زي اللي بيني وبين اسرائيل، ارض خلاء فاضية ابقى انا كاشف كل حاجة. ينسى هؤلاء الراقصون والراقصات على طبل العسكر أن حبل الكذب قصير على رأي المثل الشعبي، بل هو أقصر بكثير مما يتوقعون. اسألوا إن شئتم من كان قبلكم آية.